المطعم ده بيعمل شوية فراخ سخنة حلوة قوي مع كمية صوصات كده كتير قوي، والريزو عندهم برضو جامد قوي. قدام بوابة 3 لنادي الزمالك في مطعم اسمه تشيكس. كان صاحب المطعم ده نزل الشارع كده من فترة وكتب يافطة: لو لسه مقاطع انا عندي مطعم الناحية التانية، اتمنى انك تشرفوني. عندهم منيو كبير قوي وعندهم حاجات كتير، والمطعم عبارة عن دورين، الدور الاول تيك اواي والدور التاني فيه قاعدة لطيفة كده ممكن تقعد فيها. الريزو عندهم كان حجمه كويس جدا، وكان عليه قطع ستريبس كده كتير، والصوص اللي عليه ده كان طعمه جامد قوي، والرز نفسه برضو كان طعمه كويس، وكان سعره 75 جنيه، وبالنسبة لحجمه انا شايف ان سعره كويس جدا. طلبنا كمان بقى من عندهم وجبة 3 قطع بروست، وكانت احجام القطع زي ما انت شايف كده حجمها كبير وكويس جدا، وبيجي معاها فرايز وبيجي معاها كمان عيش، والوجبة دي سعرها 164 جنيه. والفراخ بقى زي ما انت شايف كده كانت سخنة ومستوية كويس جدا رغم ان حجمها كبير، والفراخ كانت نظيفة ومفيش اي ريحة زفارة خالص. عندهم صوصات كتير، بس اكتر صوص عجبني عندهم هو صوص الجبنة، خصوصا بقى لو حطيته على قطعة الدبوسة كده هتخلي طعمها في حتة تانية خالص. بيعجبني اكتر في البروست قطع الصدر عن الورك. زي ما انت شايف كده الصدر كان مستوي كويس جدا، ولو خدنا قطعة كده وحطيناها في قلب العيش بتاعهم وحطينا عليهم صوص الجبنة هتبقى طعمها جامد قوي. المطعم ده من المطاعم اللي تستاهل الدعم، والمطعم ده كويس جدا، وانا شايف ان هو ينافس مطاعم المقاطعة، ولو انت لسه مقاطع روح جرب. وبكده تكون انتهت تجربتنا النهاردة. لايك وفولو عشان في تجارب تانية جامدة جدا.